كل الطلبه اللي ناويه تخش كليه هندسه السنه دي تجمع هنا. في الفيديو ده هنقول لكم معظم الجامعات الخاصه اللي بتوفر كليه هندسه ومصاريفها. اول جامعه خاصه معانا بتوفر كليه هندسه هي الجي يو سي. مصاريف كليه هندسه في الجي يو سي بتبدا من 123400 للترم الواحد لحد 160000 جنيه للترم الواحد. يعني تقريبا مصاريفك في السنه بتبدا من 250000 جنيه لحد 320000 جنيه في السنه. تاني اللي بيحدد المصاريف دي هو مجموعك. لو حضرتك جايب مجموع عالي بتقدر تاخد خصم وبتدفع حوالي 220. لو مش واخد خصم بتدفع المصاريف كامله اللي هي تقريبا 320. تاني جامعه معانا بتوفر كليه هندسه هي البي يو اي، الجامعه البريطانيه. مصاريف كليه هندسه في الجامعه البريطانيه بتبدا من 198785 يعني تقريبا 200000 لحد 240000 جنيه. وتاني اللي بيحدد المصاريف مجموعك. الجامعة اللي بعد كده هي جامعة الام اس اي، جامعة اكتوبر للعلوم والتكنولوجيا. مصاريف كلية هندسة في جامعة اكتوبر بتبدأ من 78000 لحد 144000 للسنة الدراسية. تاني اللي بيحدد هتدفع 77 ولا 140 هو مجموعك. رابع جامعة معانا بتوفر كلية هندسة هي الام اي يو. مصاريف كلية هندسة في الام اي يو 54000 جنيه في الترم الواحد، يعني تقريبا في السنة 108 110000. الجامعة اللي بعد كده هي الجي اي يو، الجامعة الألمانية اللي في العاصمة. سعر الجي اي يو لكلية هندسة بيبدأ من 120000 ل 130000 في الترم الواحد، يعني في السنة تقريبا 240 245 لحد 260 265 على حسب مجموعه. الجامعة اللي بعد كده هي جامعة 6 أكتوبر، ومصاريف كلية هندسة في جامعة 6 أكتوبر بتكون 56000 جنيه للسنة الدراسية. طبعا مصاريف جامعة 6 أكتوبر كجامعة خاصة وبتوفر كلية هندسة ب 56000 جنيه أنا شايفه رقم كويس جدا. الجامعة اللي بعد كده هي جامعة الإي يو إي، اليوروبيان يونيفرسيتي اللي في العاصمة، الجامعة الأوروبية اللي في العاصمة. مصاريف كلية هندسة في الجامعة الأوروبية بتبدأ من 230000 ل 270000 برضه على حسب مجموعك وعلى حسب الميجر اللي أنت تاخده. الجامعة اللي بعد كده هي جامعة الجلالة يونيفرسيتي، فيها قسم هندسة هو اللي غالي جدا اللي هو الالكتريكال. ده حضرتك بتاخد فيه دبل ميجر، يعني بتتخصص في حاجتين مع بعض. القسم ده هو أغلى قسم هندسة في جامعة الجلالة، ثمنه 250000 جنيه. بقية أقسام هندسة زي الكونستراكشن مثلا بتبقى ب 75000 جنيه. الجامعة اللي بعد كده هي جامعة نيو جيزة يونيفرسيتي. مصاريف كلية هندسة في جامعة نيو جيزة 182700 بالإضافة ل $1000، يعني تقريبا مصاريفها بتكون في حدود ال 230000 جنيه في السنة. الجامعة اللي بعد كده هي جامعة الأهرام الكندية. مصاريف كلية هندسة فيها بتكون 55000 جنيه، ودي تقريبا تاني أرخص جامعة بتوفر كلية هندسة. لو عندكم أي أسئلة تخص الجامعات اكتبوا لنا في الكومنتس وهنرد عليكم في فيديوز في أقرب وقت. ربنا يوفقكم جميعا وإن شاء الله تخشوا الكلية اللي نفسكم فيها.